خبر عاجل، البنات اللي قدامك دول اللي ماتوا في قصف امريكا على مدرسه في ايران كانوا قربان للشيطان بعل، والموضوع ليه علاقه بملفات جزيره ابستين اللي اتسربت، وكمان مصر ليها علاقه بالموضوع. بس اسمع للاخر، القصه اللي انا احكيها لك ممكن تصنفها زي ما تصنفها، لان هو الموضوع مش ناقص رعب، او انا مش جاي اخوف. اللي حصل في بدايه الحرب من حوالي اسبوعين، يعني الخبر ده مش جديد، ان اول حاجه استهدفها الكيان ومع امريكا كانت مدرسه طالبات ابتدائي موجوده في ايران. مات في الاستهداف حوالي 170 بنت، واتصاب من حوالي 90 ل 95. المنظر كان بشع، يعني يكفي اقول لك ان الصوره اللي قدامك دي صوره لمقابر جماعيه عاملينها للبنات. اعمار البنات كانت من 7 ل 12 سنه، وركز في الموضوع ده كويس. طيب ايه اللي جد جديد، او ايه اللي خلاني ارجع اقول لك الخبر ده واحكيه لك تاني؟ ان طلعت تقارير من كذا وكاله انباء ان ممكن يكون الصاروخ اللي استخدم في قصف المدرسه كان صاروخ من نوعيه توماهوك. لو انت ما تعرفش ايه التوماهوك ده يا صديقي، ده صاروخ بيصنف ان هو بص فخر الصناعه الامريكيه. يعني يكفي اقول لك ان ترامب كان بيهدد ان هو هيديه لاوكرانيا ضد روسيا. الصاروخ ده اهم ميزه فيه مش قوته التدميريه ولكن الدقه بتاعته، يعني بتضربه دايما اي صاروخ او اي قذيفه بتتضرب بيكون دايما في مجال للخطا، يعني 100 متر 200 متر على حسب نوع القذيفه، لكن التوماهوك بتصيب الهدف بتاعها بدقه عاليه جدا. فمن المستحيل ان يكون الصاروخ ده نزل بالغلط. لكن ترجع بقى للي برضه من كام يوم او من يوم تقريبا كان لسه بيتكلم وزير الحرب الامريكي اللي هو هيكسز، وكان جنبيه ترامب وبيردوا على صحفي سالهم عن القصف بتاع المدرسه بتاعت البنات، وردوا عليه رد خايب كده، بس احنا ده عشان ده اللي وكالات الانباء زعته وده اللي ترامب قاله فاحنا هنذيعه. قال لهم ان هو غالبا ايران هي اللي ضربت المدرسه بنفسها، او ان في صاروخ، انتوا عارفين القذائف بتاعتهم قديمه ومتهالكه فبتطلع فبتنزل غلط، وكلام كده عبيط جدا ما يخشش دماغك. ووزير الحرب اللي جنبه لما اتسال قال لهم والله احنا لسه بنحقق في الموضوع يعني وربنا يسهل. طيب انا جاي لك بقى في الكلام الخطير، ان الضربه دي لما اتعملت، وسمي الكلام اللي انا هقوله ده سيناريو نظريه مؤامره مش قصه، ده كان قربان اتقدم للشيطان بعل اللي احنا لقينا ليه اثار لعبادته في جزيره ابستين. والشيطان ده سبحان الله يا اخي على مدار التاريخ سمعته من اسوأ ما يكون، وان هو كان تخصصه تحديدا كان معروف عند كل الحضارات، بالذات حضاره الكنعانيين او الحضارات اللي موجوده هنا في الشرق، ان ده تخصصه الطيارات البشريه. والضربه اللي اتعملت في اول الحرب من الكيان وامريكا معاها كانت معموله كقربان بيقدموه له عشان يجلب الحظ. في ملفات ابستين لو انت جيت تبص هتلاقي ان كل الضحايا كانت اعمارهم بنفس اعمار البنات اللي في المدرسه. مصادفه غريبه مش كده؟ سبحان الله. هتقول لي طب ايه علاقه مصر اللي انت قلت عليها في الموضوع في الاول؟ احب اقول لك ودي حادثه مشهوره جدا، يعني امريكا مش والكيان مش اول، هم الاثنين حاجه واحده، مش اول مره يعملوا اللي عملوه ده في مدرسه عيال صغيره، عملوها قبل كده في مصر في سنه 70 لما قصفوا مدرسه بحر البقر اللي مات فيها حوالي 46 طفل كانوا تقريبا في نفس الاعمار، واتصاب وقتها حوالي 50. فمن الواضح ان في نمط هم ماشيين عليه في كل الحروب اللي بيخوضوها. طبعا مش هكلمك عن اللي بيحصل لاخواتنا في القطاع وطريقه الاستهداف كانت برضه ماشيه ازاي. دي كانت اخر واهم الاخبار، حاول اوفيكم بالمستجدات على مدار الساعه لو في حاجه حصلت.